بيكم اعزائنا المشاهدين في برنامجكم اللذيذ. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. يلا بينا نبدا. يلا بينا. الشباب من سن 14 ل 20 سنه بقى يتقال عنهم مراهقين. المراهقه دي هو مصطلح غربي حديث هدفه انتزاع ثقه من الشباب. مش بس كده، لا، ده ايجاد العذر للطيش بتاعهم، اللي هو ده بيعمل كذا، ده في سن المراهقه، ده بيشرب كذا عشان ده يا عم ده سن المراهقه هيفوق، ده راح في سكه كده عشان في سن المراهقه. تعالوا بقى نشوف الناس الشباب اللي كانوا في نظر مجتمعنا مراهقين كانوا بيعملوا ايه. اول واحد معانا هو عبد الرحمن الناصر، 21 سنه. كان عصره هو العصر الذهبي في حكم الاندلس، وكان قضى فيها على كل الاضطرابات، وقام بنهضه علميه منقطعه النظير عشان تكون اقوى الدول في اوروبا، لدرجه ان قاده اوروبا توددوا ليه. وبعد كده انتقل لمحمد الفاتح، 22 سنه. فتح القسطنطينيه عاصمه الدوله البيزنطيه، واللي كانت صعبه قوي على كبار القاده في وقتها. اسامه بن زيد، 17 سنه، قائد جيش المسلمين مع وجود كبار الصحابه رضي الله عنهم اجمعين عشان يواجه اعظم جيوش الارض في وقتها. محمد بن القاسم، 17 سنه، فاتح بلاد السند، وكان من كبار القاده العسكريين في عصره. سعد بن ابي وقاص، 17 سنه، اول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان من السته اصحاب الشورى. الارقم بن ابي الارقم، 16 سنه، جعل بيته مقرا للرسول صلى الله عليه وسلم لمده 13 سنه. طلحه ابن عبيد الله، 16 سنه، اكرم العرب في الاسلام. في غزوه احد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وحماه من الكفار. الزبير بن العوام، 15 سنه، اول من سل سيفه لله في الاسلام. معاذ ابن عمرو ابن الجموع، 13 سنه، ومعوذ ابن عفراء، 14 سنه، قتلوا ابو جهل في غزوه بدر، كان قائد المشركين وقتها. وبس كده تكون حلقه النهارده، اشوفك بكره ان شاء الله. السلام عليكم.